أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع يهم كل واحدة فينا، العلم ورا الدورة الشهرية. هنفهم سوا إزاي شوية هرمونات بتتحكم في كل حاجة تقريبا، من أول طاقتنا ومزاجنا لحد الأكل اللي بنشتهيه. لو حسيتي بالإحساس ده قبل كده فاطمني، الموضوع مش صدفة خالص. بالعكس، الحقيقة إن ورا كل التقلبات دي في عملية بيولوجية طبيعية جدا بتحصل جوه الجسم. يعني الموضوع مش دراما ولا حاجة، دي ببساطة كيمياء الجسم وهو بيقوم بوظيفته. طيب عشان نفهم القصة دي لازم الأول نتعرف على أبطال الحكاية، أو يعني اللاعبين الأساسيين في الأوركسترا الهرمونية دي. أول لاعب معانا والنجم الكبير هو الاستروجين. ده نقدر نسميه هرمون السعادة. لما مستواه بيعلى بنحس إن المود أحسن، الطاقة في السماء والشهية للأكل بتقل. رحلة صعوده بتبدأ على طول بعد ما الدورة تخلص. نيجي بقى للاعب التاني، البروجسترون. ده هرمون الاستعداد. وظيفته الأساسية إنه يجهز الجسم لاحتمالية حدوث حمل. ولما مستواه بيرتفع بالذات بعد فترة التبويض بتبدأ الشهية تزيد، وخصوصا بقى الرغبة في الكربوهيدرات والسكريات. أيوة، هو ده السبب في كريفنجز الشوكولاتة دي. ومش بس كده، في كمان هرمونين مهمين قوي بيخشوا في اللعبة دي. الجريلين اللي هو هرمون الجوع، والليبتين هرمون الشبع. واحد بيقول الجسم كل، والتاني بيقول له خلاص كفاية. وطبعا الاتنين دول بيتأثروا جدا بالتقلبات اللي بتحصل في هرمونات الدورة. وطبعا ما نقدرش ننسى القاد الكبار اللي جايين من المخ نفسه، هرمون LH وهرمون FSH. دول بقى عاملين زي المايسترو، هما اللي بيبعتوا الإشارات للمبايض ويقولوا لها يلا ابدأوا انتجوا الاستروجين والبروجسترون. وارتفاع هرمون LH ده بالذات هو اللي بيعمل التبويض. طيب احنا كده عرفنا اللاعبين. السؤال بقى، ازاي كل الهرمونات دي بتشتغل مع بعضها في تناغم على مدار الشهر؟ يلا بينا نبص على الرسم البياني ده عشان نفهم الحكاية كلها ماشية ازاي. الرسم البياني اللي قدامنا ده هو بالظبط خريطة الرحلة بتاعتنا. خلينا نتابع مع بعض ازاي الأربع هرمونات دول بيرقصوا مع بعض، حرفياً بيعملوا سيمفوني على مدار الشهر. بص معايا كده على الخط الوردي ده بتاع الاستروجين، شايفين ازاي بيوصل لأعلى قمة ليه؟ ده بيحصل قبل التبويض على طول، واللحظة دي هي اللي بيكون فيها الجسم في أعلى درجات استعداده ونشاطه. والحاجة المدهشة بقى إن القمة دي بتاعت الإستروجين بتترجم لحاجة بنحس بيها كلنا. بصوا كده، في نفس الوقت اللي الإستروجين فيه عالي بنلاقي إن مستويات الطاقة والمزاج هي كمان في القمة. الموضوع مش صدفة خالص، ده تأثير مباشر. طيب بعد ما مرحلة التبويض بتعدي، بصوا ايه اللي بيحصل. الخط الأصفر بتاع البروجسترون بيبدأ يعلى، وشوفوا مين بيعلى معاه. الخط الأحمر بتاع هرمون الجوع، الجريلين. وده بالظبط التفسير العلمي ليه بنحس بجوع ورغبة شديدة في الأكل في الأسبوع اللي قبل الدورة. طيب كل ده معناه إيه؟ معناه إن المعرفة دي قوة. لما بنفهم الإيقاع الهرموني ده، الموضوع مش بيبقى مجرد معلومات بنعرفها وخلاص، لا دي بتبقى أداة قوية في إيدينا. الرسم البياني ده بيلخص لنا القصة كلها في 4 مراحل واضحة، كل مرحلة ليها بصمتها الهرمونية الخاصة على طاقتنا ومزاجنا وشهيتنا. بنبدأ بفترة الدورة نفسها، وبعدين فترة ما قبل التبويض اللي طاقتنا فيها بتبقى عالية، وبعدين فترة ما بعد التبويض لحد ما نوصل للمرحلة الأخيرة قبل الدورة الجديدة. والأهم من كل الكلام ده إن فهم الإيقاع ده بيخلينا أصحاب مع جسمنا أكتر. بيخلينا نعرف إمتى الجسم محتاج يرتاح، وإمتى نقدر نضغط على نفسنا ونستغل طاقتنا العالية، وإزاي نتعامل مع شهيتنا المفتوحة من غير ما نحس بالذنب. وفي الآخر عايز أسيبكم مع سؤال تفكروا فيه. لو كل واحدة فينا فهمت الخريطة الهرمونية بتاعتها، يا ترى إيه اللي ممكن يتغير في طريقة تعاملها مع نفسها ومع كل شهر بيمر عليها؟ تخيلوا كده لو بقينا نعرف إمتى أحسن وقت نبدأ فيه مشروع جديد أو ندخل جيم، وإمتى الجسم بيقول لنا لأ أنا محتاج راحة. فعلا المعرفة دي قوة حقيقية.